تخيل ان خلاص العالم كله بيجتمع عليك واللي انت لازم تتعدم دلوقتي بجريمة شنعاء، محاولة قتل العائلة الامبراطورية، الا شخص واحد يكون مؤمن اللي انت بريء من التهمة دي، وبإيمانه بيك تقدر تغير العالم كله وتثبت براءتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وبدل ما اطول عليكم يلا بينا. وبتبدأ المانجا بتاعتنا وبيكون في بنت وبيكون اسمها جولي وبتكون مربوطة وعمالة تمشي والناس عمالة بتقول لها يا ساحرة انت ازاي تتجرأ ان انت تحاولي تقتلي عيلة امبراطور. وهي بتكون واقفة قصاد المشنقة والحارس بيقول لها الملك دلوقتي هيديكي فرصة تانية عشان تقدر ان انت تنقذي حياتك بيها. قولي ازاي قدرتي ان انت تدخلي القصر الامبراطور، وكمان قولي انت ليه حاولتي ان انت تقتليه. وجولي بتقول في نفسها انا حاولت اصلا ان انا انقذ كل الناس، بس انا لو اتكلمت دلوقتي مفيش حد هيصدقني. وفي واحد من الحرس بيقول يلا خلصوا دلوقتي ونفذوا الامر. وطبعا جولي بتكون واقفه وهي مصدومه ومن كتر الصدمه اللي هي فيها بتضحك، والملك بيتعصب بيقول انا مش مصدق اللي انت قادره اللي انت تضحكي وانت في الحاله دي. وجولي بتقول بجد انا خلاص تعبت، خلصوا دلوقتي انا عايز اخلص من حياتي. والملك بيتعصب وبيقول حتى بعد ما اديتك كمان فرصه كمان عشان تقدر اللي انت تعيشي لسه مش ندمانه؟ احنا لازم دلوقتي اللي احنا نعدمك علشان تكوني عبرة لمن لا يعتبر. وعلى طول بيدي اوامر بتاعته وبيقول احنا لازم اللي احنا نعدمك دلوقتي عشان تكوني عبرة. والحارس بيقول حاضر يا ملك هننفذ حالا. وعلى طول بيسحبوا جولي لمنصة الاعدام وهي بتقول في نفسها انا خايفة، انا فعلا خايفة، بس خلاص انا حياتي دلوقتي هتنتهي، دي كانت حياة متعبة قوي. والحبل بيلف حوالين رقبتها، اخيرا دلوقتي حياتي هتنتهي. وعلى طول بيشيلوا الصندوق من تحتها وبتبدأ اللي هي تموت، وكل الناس بتكون فرحانة فيها وفرحانة في موتها إلا واحد. بيكون في واحد مش راضي عن أي حاجة بتحصل وبيكون متعصب جدا وبيقول لا أنا مستحيل أنا أقبل إن ده يحصل. وعلى طول بيتحرك من مكانه، بيكون اسمه كو. وجولي بتشوفه وبتقول ده كان هيتقتل من فترة بس كويس اللي هو لسه عايش. وبنرجع تاني عند كو وهو على طول بيطلع السيف بتاعه بيقطع الحبل وبيلحق اللي هو ينقذها قبل ما تموت. وعلى طول كله حراس والملك وحد معدي في الشعب ملوش علاقة بالموضوع بيكونوا مصدومين من اللي هو عمله. والملك بيقول هو انت عملت ايه دلوقتي؟ انت ازاي اتجرأت اللي انت ما تنفذش اوامري؟ وطبعا جولي وهي واقعه على الارض ما بتكونش فاهمه اللي حصل، بتقول هو ايه اللي حصل ده؟ وهو بيكون واقف قصاد الملك وكل الناس المتعصبه منه. وعلى طول هي بتيجي وبتقول له شكرا ليك، انت دايما كنت شخص كويس. فهو بيقول لها وانت اصلا تعرفيني؟ لا انا ما اعرفكش. انما ساعتها على طول بتبدا ان يطلع نار منها والملك بيقول هي ايه النار دي؟ وعلى طول في حارس للملك بيقول له يا ملك لازم نمشي من هنا حالا. والملك بيكون متعصب بيقول يا ترى ايه الحيله اللي الساحره دي استخدمتها دلوقتي؟ وهي بتقول الراجل اللي اخدني من دار الايتام في اليوم ده كان انت صح، انت اللي انقذتني ساعتها. فكو على طول بيقول لها انا مش فاكر بس هي دلوقتي تكوني كويسه. وهي بتقول له شكرا ليك، انا عمري ما هنسى معروفك ده ولا اللي عملته معايا دلوقتي ولا اللي عملته معايا زمان. بس فجاه بتظهر كميه كبيره من الطاقه وبتختفي من المكان اللي هي واقفه فيه، وفجاه بتفتح عينيها وبتكون في مكان تاني وبتقول هو ايه ده وانا ازاي ما متش؟ وبتقوم تقف على رجليها وبيقطع على طول صوت تفكيرها ده صوت ست عجوزه بتيجي وبتقول هو انت سرحانه في ايه؟ هو انت ناويه ان انت تفضلي سرحانه كده كتير؟ وبتكون واحده من اللي شغالين في الميتم ده واسمها العمه دانا. وعند جولي طبعا ما بتكونش فاهمه حاجه وبتقول دي نفس الست اللي انا شفتها قبل 9 سنين ساعه ما كنت عايشه في الميتم، هو انا ازاي دلوقتي شفتها تاني؟ وليه رجليا صغيرين كده؟ دي مستحيل هي تكون ايديا انا. وهي ما بتكونش مستوعبه اي حاجه من اللي حواليها. والعمه بتقول لها تعالي هنا عشان احميكي، اليوم ده يوم مهم جدا مش هينفع اللي انت تبوظيه. وهي بتقول في نفسها انا سمعت الكلام ده كله قبل كده، ازاي كل ده انا سمعته قبل كده وعشته قبل كده؟ هو انا قدرت ان انا ارجع بالزمن؟ وهي كل ده بتكون قاعده وعماله بتستوعب في كل اللي حصل لها وبتقول لها عمه استني لحظه. فالعمه بتقول لها وانت عايزه ايه؟ انا مشغوله جدا لازم ان انا احمي اطفال تانيين دلوقتي. طب خلاص انا ممكن ان انا اعمل كده بنفسي، ممكن تديني فوطه وانا اروح اعمل كده. فعلى طول هي بتروح وبتديها الفوطه وبتقول لها خدي وروحي اقعدي هناك بس خليكي هاديه. وهي بتقول لها طبعا طبعا اكيد هكون هاديه. وهي على طول بتمشي من الاوضه وبتروح جو الاوضه اللي هي اللي طلع عليها وبتقول انا لو فاكر كويس فالمفروض الطفله اللي قاعده في الاوضه اللي جنبي هتقع دلوقتي. وفعلا في الوقت ده في بنت بتقع والعمه بتقول هو انت
عملتي ايه؟ انا دلوقتي بسببك هضطر ان انا اروح اجيب ميه تانية. وجولي على طول ساعتها بتدخل تاني الاوضه بتاعتها وبتقع على الارض من الصدمه اللي هي فيها، وبتقول انا رجعت تاني بالزمن، انا رجعت 9 سنين بعد كل اللي حصل لي. وبتفتكر تاني ساعه ما كانت خلاص هتتعدم وهي على حبل المشنقه. هو انا لازم ان حياتي تنتهي تاني بنفس المصير ده؟ النهايه دي كانت صعبه جدا. وبتحط ايديها على وشها وهي بتعيط، انما بتقول لا، المره دي مستحيل اسيب نفس النهايه دي تتكرر تاني. دي هي فرصتي، انا لازم اهرب من الميتم ده باي ظرف النهارده. وعلى طول بتلبس لبسها وبتقول انا لازم ان انا اخرج من هنا باي طريقه، انا هقدر ان انا اهرب من هنا. وبتفتكر ساعه ما كانت صغيره وبتقول انا كنت عايشه في مدينه اسمها ريفيا، وانا الناجيه الوحيده من العشيره بتاعتي، وبين كل افراد القبيله كان في قليل جدا اللي بيقدروا اللي هم يكتبوا ويقروا، وانا كنت الطفله الوحيده اللي ما بينهم اللي قادر ان انا اقرا واكتب. وده كان مخليني عظيمه جدا ما بين كل اللي كانوا موجودين في وقتها. انما النقطه اللي انا كان عندي قوه خاصه وكنت قادر ان انا استخدمها، انما القدره دي كانت خطيره جدا، ما كانش ممكن ان انا استخدمها حتى في اي حاجه كويسه. وعشيرتي كانت عارفه القوه دي كويس، علشان كده هم راحوا المكان بعيد وبنوا قريه هناك في نص الغابه، وعشنا ساعتها في سلام. بس السلام ده ما دامش لفتره طويله، وقامت ساعتها الكارثه العظيمه. وساعتها بيكون الغابه كلها اصلا عماله بتولع، وبيكون في حد واقف وبيقول الحريق ده صعب جدا وكبير جدا ومستحيل اللي هو يكون طبيعي، واضح ان في حد عايز يبيد القبيله بتاعتنا. وجولي بتكون ماسكه في مامتها وهي مرعوبه، وامها بتقول للشيخ اللي قصادها يا شيخ هو مش احسن حاجه نعملها دلوقتي اللي احنا نخبي جولي في مكان امن؟ فهو بيقول لها فعلا ده احسن حاجه ممكن اللي احنا نعملها دلوقتي. وهي على طول بتاخد جولي معاها وبتقول لها تدخل كده في مكان صغير، وبتقول لها انت لازم اللي انت تخبي قوتك، وتحت اي ظرف اياكي اللي انت تنسي اسمك كان ايه. وفعلا جولي ساعتها بتدخل في مكان ضيق جدا وتخرج من الناحيه التانيه في حته تانيه في الغابه بتكون بعيده. انما ساعتها بيجي حد من وراه وبيمسك ايديها وبيقول اخيرا احنا قدرنا اللي احنا نقبض عليكي. وبيكون في معاه ناس كتيره وبياخدوا ساعتها جولي وبيقولوا دي كويسه بس احنا لسه محتاجين اطفال تانيه، مع الاسف احنا كنا عاملين حسابنا اللي احنا نطلع باطفال كتار. وجولي بتقعد اللي هي تصرخ وبتكون بتنادي على مامتها، وبتكون عماله بتعيط وخايفه وهي شايفه الحريقه قصاد عينيها. وفي حد بيقول له هو انت ناوي دلوقتي اللي انت تاخد البنت دي لدار ايتام؟ ايوه طبعا ناوي اللي اخدها على هناك. وبيكون هناك في العم والراجل اللي عمال بيلعب في الشنب ده، وهما الاتنين دول اللي يكونوا مسؤولين عن دار الايتام، وهم اصلا بيكونوا عاملين كل ده علشان يقدروا اللي هم يسرقوا كل فلوس التبرعات اللي بتيجي لدار الايتام دي. وبيكونوا بيعاملوا الاطفال دول معامله سيئه جدا، وعينوا كميه كبيره جدا من الحراس علشان يقدروا اللي هم يمنعوا الهروب من الميتم ده. وبيكون في حارس ماسك جولي وبيرميها على الارض وبيقول لها انت لو حاولتي بس اللي انت تهربي مره تانية هتتعاقب بعقاب شديد. وعلى طول جولي بتقعد في الارض وفي الضلمه وبتقول في نفسها في فرصه واحده بس جايه، انا لازم اللي انا احافظ عليها، في حد ناوي اللي هو يجي ياخدني بعد يوم، وانا لازم اللي انا ساعتها انتهز الفرصه دي. وبنشوف تاني يوم وهي قاعده عنده في البيت، وبيكون البيت فخم جدا، وساعتها هي بتكون برضه غيرت هدومها، وباب الاوضه اللي بتكون قاعده فيها جولي بيتفتح، وبيدخل ساعتها شخص عليها وبيقول لها انا مبسوط جدا اللي شفتك دلوقتي يا جولي. وطبعا هي بتكون مرعوبه جدا، وهي بتقول الشخص اللي هياخدك موجود هنا، احسن لك اللي انت تكوني كويسه معاه وتتصرفي بشكل كويس. وبنشوف ساعتها ابو شنب وهو قاعد جنب جودي، وبيكون في راجل قصاده عمالين بيكتبوا عقد بيعها، وعلى طول هي بتحاول اللي هي تهرب والحراس بيكونوا وراها، وابو شنب بيقول امسكوها حالا، هو اللي انتوا تسيبوها تهرب. وهما الاتنين بيجوا وراها بيقولوا حاضر يا سيدي. وهي اول ما بتكون بتيجي منهم بتمسك برميل وبترميه عليهم، وفي واحد فيهم بيقع، وهي بتكون عماله بتجري باقصى سرعتها. انما لسوء الحظ اول ما بتدخل في الشارع تاني بتلاقي طريق مسدود عليها، واول ما بتبص وراها بتلاقي الحارسين دول وراها بيقولوا ايوه بقى دينا لقيناكي، حاولي اللي انت تهربي دلوقتي، واضح اللي انت لازم دلوقتي يتكسر لك رجليك الاتنين عشان تفهمي ايه الغلط من الصح، وما تحاوليش اللي انت تهربي تاني. والتاني بيقول له ايوه طبعا احنا لازم اللي احنا نعمل كده. وطبعا جولي بتكون خايفه جدا وبتقول لا سيبوني انا مش عاوزه اللي انا اجي معاك، لا انا لسه ما وصلتش للسن المناسب، صعب جدا ان استخدمها دلوقتي. انما على طول بتحاول اللي هي تستخدم كل قوتها، وفي طاقه غريبه بتبدا اللي هي تطلع منها وبتقعد تقول لهم ابعدوا عني. وقبل ما الاتنين دول يحاولوا اللي هم يوصلوا لها بتحصل حاجه، والاتنين بيتثبتوا مكانهم وما بيقدروش اللي هم يتحركوا، وهم بيقولوا لها هو انت عملت فينا ايه؟ وعلى طول الاتنين دول
طول بيتعبوا وبيقعوا على الارض وبيغمى عليهم وبينزل منهم كميه كبيره من الدم وفي الغالب بيكونوا ماتوا، وهي بتكون فرحانه انما على طول بتقع في الارض وبرضه بتنزف دم من بقها وبتقول ده كان عظيم جدا بس كان مبالغ فيه. انا لسه صغير مش هقدر خالص دلوقتي اللي استخدم القدره بتاعتي، انا مش قادر لا دلوقتي احرك جسمي. وعلى طول بيظهر واحد ملثم من وراها وبيقول ده فعلا مثير للاهتمام، انت قدرتك فعالة جدا. وهي بتترعب اول ما بتسمع الصوت ده، والولد بيقول لها انت عندك فعلا موهبة رائعة وفي الغالب المواهب دي هتقدر اللي هي تساعدني جدا. وهي بتكون مرعوبة منه وبتقول هو اللي جابه ده دلوقتي ده مش وقته. وهو بيقول لها مش لازم اللي انت دلوقتي تخافي مني، وبيقرب منها وبينزل على ركبه وبيمسك ايديها وبيقول لها انا عايز اللي انا اساعدك. وهي بتقول له انت فعلا عايز ان انت تساعدني، وبتكون عماله بتعيط وبتبدا اللي هي تغمض عينيها وعلى طول بتنام من كتر التعب اللي هي فيه، وبتفتكر اللي حصل لها في حياتها اللي فاتت، وبيكون اللي اشتراها جايب حد مربوط قصادها وعمال بيقول لها دلوقتي وريني المهارات اللي عندك. وهو بيكون باصص لها وعلى طول الملثم بيجي عند ودنها وبيقول لها يلا اعمل اللي قلت لك عليه بسرعه. وعلى طول هي بتقول التعويذه اللي قال لها عليها، والراجل يكون قدامها ده على طول بيصرخ من الالم وبينزف من كل حته وبيقع ميت على الارض، والملثم ده بيقعد يضحك وراها. ايوه اخيرا دلوقتي بقى ليكي فايده، اخيرا ليكي فايده. وهي بتكون عماله بتصرخ من الرعب اللي هي فيه واللي عملته، وهو بيضحك وبيقول لها دي يا ريت دلوقتي يكون عندي اكتر من واحده زيك، انت فعلا هتكوني مفيده، انت هتكون طفلتي الخاصه والمفضله دلوقتي. وفجاه هي بتفتح عينيها وبتصحى بعد ما كانت نايمه، وبيكون في حد واقف قدامها وعمال باصص لها وبيقول لها اخيرا صحتي. وهي بتقول له هو انا فين؟ فهو بيقول لها ما تقلقيش انت في المكان اللي انت طلبت مني اللي انا اخدك ليه، وده بيكون كوك. وهي بتقول له وانا فعلا دلوقتي بقيت عند كوك. وهي على طول بتجمع ان الولد اللي قصادها ده هو نفسه اللي انقذها لما كانت على حبل المشنقه بس بعد ما كبر. فهو بيقعد وبيقول لها وانت اصلا تعرفيني؟ اقعدي علشان نتكلم. فهي بتقول له حاضر، وعلى طول بتروح وبتقعد قصاده، وبيكون في قصادها انواع كتير قوي من الحلويات وانا اصلا نفسي في واحده منهم. وبيقول لها انت اكيد اصلا دلوقتي جعانه، انت نايمه بقالك 3 ايام. وبيقعد اللي هو يديها من الحلويات دي، وهي بتقول له شكرا جدا ليك، وبتقعد اللي هي تاكل فيها. ايه ده طعمها حلو جدا، مش لازم اللي انت تشكريني. صحيح شكرا ليك جدا عشان انت انقذتني، قلت لك مش لازم اللي انت تقعدي تشكريني كده. فهي بتبدا اللي هي تسرح، وهي بتقول له لو سمحت يا دوب كوك. وهي على طول بتروح وبتقعد جنبه على الارض وبتقول له من فضلك وانت ممكن اللي انت تحميني؟ فهو بيقول لها انت عايزه ايه؟ فهي على طول بتنحني له وبتقول له انا هعمل اي حاجه انت هتقول لي عليها، انت هتقدر اللي انت تعملي اي حاجه انا اقدر اقول لك عليها وانت لسه صغيره كده. فهي على طول بتروح وبتقول له ممكن دلوقتي يكون اي حاجه انت هتقولها لي تكون صعبه عليا، انما اكيد في المستقبل انا هنفذ لك اي امر هتامرني بيه، انت بس لو قدرت اللي انت تستنيني شويه حوالي 3 سنين وانا ساعتها هقدر ان انا اعمل لك اي حاجه انت عاوزها. هو ايه اللي هيحصل بالظبط بعد 3 سنين؟ انا بعد 3 سنين انا هقدر ان انا اقتل اي حد انت عاوزه، انت لو في اي حد بس انت كرهته شويه انا هقدر ان انا اروح واقتله لك، وهقدر كمان ان انا اقتلهم كلهم. فكو بيضحك وبيقول بجد طب ايه الطريقه اللي انت هتستخدميها؟ فهي بتقول له انا ما اقدرش دلوقتي اللي انا اقول لك ولا اللي انا اعملها دلوقتي، لسه بدري، انا حبيت طريقتك خلاص تمام، وانا عندي على ممدور مناسب ليكي، انا هقدر ان انا اخليكي مراتي. وجوري اصلا ما بتكونش مستوعبه الكلمه اللي اتقالت لها، فبتقول له ماشي تمام، انما اول ما بتستوعب بتقول له ايه لحظه هو انت قلت لي دلوقتي مراتك؟ فكوك بيقول لها اكيد، ده بس علشان القانون الامبراطوري مش هيسمح ان انت تقعدي معايا في البيت ولا يسمح حتى ان انا اجوزك دلوقتي عشان انت لسه صغيره، انت دلوقتي هتكوني حبيبتي عقبال ما تكبري شويه ومن بعد كده هتبقي مراتي. وعموما انت ممكن انت دلوقتي تختاري حاجه من اتنين، يا اما هتكوني مراتي وتتجوزيني وهقدر ان انا احميكي، يا اما ممكن ان انت ترفضي وساعتها مش هقدر ان انا اعمل لك اي حاجه. وهي بتكون قاعده وبتفكر وما بتكونش عارفه تقول ايه، وبتقول في نفسها انا على الاقل دلوقتي لازم ان انا اوافق بكل حاجه هو عايزها، وبتقول له انا هوافق دلوقتي باي حاجه انت عايزها واكون تحت اوامرك، واكيد في يوم من الايام هقدر ان انا ارد لك الجميل اللي انت عملته معايا. وكوك بيقول ايوه هي دي الاجابه اللي انا كنت عاوزها بالظبط، خلاص انا همشي دلوقتي. وطبعا هي بتستغرب وبتقول ليه؟ فهو بيقول لها انت دلوقتي لازم اللي انت ترتاحي شويه عشان انت لسه مش كويسه. وهي بتكون خايفه اصلا وبتقول لا انا بخير، وهي بتكون خايفه اللي هو يمشي ويغير رايه، انا خلاص ارتحت كويس. فكو بيقول لها ما تخافيش انا دايما بكون قد كلمتي، بس انت
دلوقتي محتاجه ان انت تنامي وتستريحي شويه. وفعلا ساعتها بيمشي وهي بتقعد على السرير وبتفكر وبتقول هو ده فعلا قصر كوك؟ وفي حد بيخبط على الباب وبيقول هو في حد هنا؟ فهي بتقول ايوه انا هنا. وعلى طول في بنت بتدخل وبتكون خادمه وبتقول هو انت ليه وقفتي لي اول ما انا دخلت؟ والخادمه بتخش وبتقول هو انت جعانه؟ فهي بتقول لا 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 انا مش جعانه او بصراحه شويه. وهي بتقول لها طب خلاص اقعدي، وبتدخل لها الاكل وبتقول لها انا هي الخادمه الرئيسيه للسيد كوك، ولو احتجت اي حاجه ممكن اللي انت على طول تناديني. وهي بتكون قاعده وحاطه ايديها على الترابيزه، فالخادمه بتقول لها ممكن بس اللي انت ترفعي ايديك علشان احط الاكل؟ اه طبعا. وبيكون الاكل اللي هي حطيته لها حلو، وهي بتقول لها شكرا ليكي. وطبعا اول ما بتبدا اللي هي تاكل بتكون منبهره من الطعم الحلو، والخادمه بتقول لها ايه رايك في طعم الاكل؟ فهي بتقول لها حلو جدا. طب ده كويس جدا، انت اصلا نمتي لمده 3 ايام. وكان السيد كوك ساعتها قلقان عليكي جدا، وبسبب كده هو اصلا مخيف وما عندوش اي صبر، فكان متعصب علينا مده 3 ايام دول. وساعتها طبعا كوي بتفتكر ساعه ما قال لها انت هتبقي مراتي يا اما هتخرجي من القصر دلوقتي، قرري دلوقتي. انما الخادمه بتضحك وبتقول لها بس ما تخافيش هو راجل كويس جدا، انت لازم اللي انت تاخدي بالك منه كويس. وهي بتضحك وبتقول لها طبعا طبعا. وبنروح بعد كده المكتب بتاعه، وهو بيكون قاعد مع الحارس بتاعه، والحارس بيقول له انت لو بس اديتني شويه معلومات عنها النهارده اللي انا اجيب لك كل معلوماتها. وفي على العموم اطفال كتير بيتربوا عن طريق التعنيف في الضرب وهم صغيرين، وهي لو كانت كافيه مش هتيجي وتقول لي حاجه زي كده. فكوبي يقول له هي اصلا ما قدرتش اللي هي تتواصل معايا بشكل كويس. ومع عموم الاطفال تقريبا اللي تعرضوا للضرب وهم صغيرين ما بيقدروش اللي هم يتواصلوا بشكل كويس. والخادم بيقول له هو حضرتك انا مش فاهم انت اصلا عمال بتتكلم عن ايه؟ فهو بيقول له خلاص مش مهم، بس في الغالب الطفله دي عماله بتخبي عليا حاجه ومش عايزين اللي انا اعرفها، ومع ذلك انا هعرف اي حاجه هي مخبيها عني. والخادم بيقول له طب حضرتك عندك اي اوامر تانية؟ فبيقول له لا مش عايز حاجه، بس وانت راجع بقى هات معاك كاهن لهنا. والحارس بيتصدم وبيقول لا طبعا مش هينفع يا سيدي، احنا لو جبنا كاهن لهنا فالعائله الامبراطوريه اكيد هتعرف. فكوي بيقول له انا مش مهتم بالحوار ده. والحارس بيقول له حاضر انا هحاول ان انا اجيب الحارس والكاهن من غير ما اي حد يعرف. وعلى طول بيخرج من الاوضه وبيسيب كوي لوحده، وبيقول في نفسه انا كل ما فكرت في الموضوع الطفله دي فعلا غريبه جدا. وبيروح بعد كده عندها وبيقول لها بقول لك ايه الكاهن هيجي بكره علشانك. وهي على طول بتترعب وبتقول في نفسها الكاهن لو جه هنا ممكن لو يكتشفني، وبتقول لنفسها انا مش عاوز الكاهن يجي لهنا. ودي للاسف بتكون نهايه الفيديو بتاعنا. فتفتكروا هي تعمل ايه في الكاهن اللي هيجي لها ده؟ عشان هو لو جه هيكشف القدره بتاعتها فهي هتتصرف ازاي؟ ده كله هنعرفه الفيديو اللي جاي. فما تنسوش قبل ما تخرجوا تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. وسلام. انا قادر ان انا اتفهم ردة فعلها، وساعتها بيضرب راسه وبيقول انا فعلا بفكر في الموضوع ده كتير قوي. وبيقول لها هو انت هتقدري ان انت تعالجي بالطب بس؟ ايوه اكيد. فهو بيقول لها طب خلاص تمام، بس قبل ما تعملي كده تعالي معايا. وهي على طول بتروح وراه وهي مستغربه، وبيقعدوا مع بعض وهي بتكون عماله بتناديه بسيدي. فهو بيقول لها اول حاجه عايزين نتفق عليها اللي انت مش عايزك تناديني تاني بسيدي علشان انت مش موظفه عندي، عشان كده ما ينفعش تناديني بلقب تاني. وهي بتقول له حاضر، وفهمي بقى اللي انت من دلوقتي هتناديني كوك. فهي بتقول له حاضر تمام يا كوك. فعلا دي احسن كتير من كلمة سيدي. يلا خلينا دلوقتي اللي احنا نبدأ الشغل بتاعنا. بس هو انت عايز ايه مني دلوقتي؟ وانا لسه على العموم دلوقتي صغيرة ومش هقدر اعمل لك اي حاجة انت عاوزها، ومع ذلك مش عاوزك اللي انت تفقد الامل فيا، بس محتاجة شوية وقت. وكوبي يقول لها ما تخافيش، كل اللي عاوزه دلوقتي اللي انا هعمل بس مجرد عقد ما بيننا. انت اهم حاجة دلوقتي تكتسبي شوية ثقافة ومعرفة، علشان دي الحاجات المهمة جدا ان زوجتي تكون معاها. واي حاجة انت هتحتاجي اللي انت تتعلميها مهما كانت هي ايه، فانا لازم اللي انا اعلمها لك. انت هتكوني مرات اي حد ولا ايه؟ ده انا بيه ابن بيه. وهي بتضحك وبتقول له شكرا جدا ليك يا كوك. ماشي قولي دلوقتي انت عاوزه نخلي العقد ده مدته قد ايه؟ هو انت هتعمله بمده؟ طب خلاص ايه رايك نخليه لحد ما انت تلاقي البنت اللي انت تحبها، عشان احنا الاتنين مختلفين جدا عن بعض. فكوك بيرد عليها انا اصلا ما اعرفش حاجه اسمها حب والمشاعر التافهه دي، انا هخلي العقد ده لحد ما انت تكبري. اعتقد ان انت موافقه على الكلام ده، يلا بينا نوقع العقد ده دلوقتي. صحيح احنا خلاص بنمضي العقد دلوقتي وانا ما اعرفش ولا اسمك ولا عمرك. وهي على طول بترد عليه جولي وبتقول له انا اسمي جولي وعندي 10 سنين. فكوك بيقول لها 10 سنين؟ انت كده اصغر مني ب4 سنين. طب انت عندك اي حاجه تانية عايزه تزوديها في العقد؟ فهي بتكون متوتره قوي بتقول له مش بالظبط، انما بصراحه انا اصلا ما بعرفش اكتب. انت ما بتعرفيش تكتبي ازاي؟ انا ما عرفتش الا اتعلم القراءه والكتابه وانا صغيره، بس انت لو علمتيهاني فانا اكيد هتعلمها بسرعه جدا. انت اسمك جولي مش كده؟ فهي بتقول له ايوه. فهو على طول بيروح وبيمسك ايديها وبيعلمها ازاي تكتب اسمها. ما تتحركيش وركزي شويه عشان
عشان تحفظي كتابة اسمك. صحيح ايه اسمك الاخير؟ انا ما عنديش اسم اخير ولا اسم عيلة. طب خلاص مش مهم، مش لازم اللي احنا نكتبه، جولي بس كفاية. وبعد ما بيكتب اسمها بيقول لها خلاص كده العقد بقى تمام. وجولي بتبص على العقد وبتقول الخط المكتوب بيه اسمي وحش جدا على عكس الخط المكتوب بيه اسمك انت. فهو على طول بيبص لها بشر كده، وهي بتقول يا نهار اسود وانا اتكلمت بصوت عالي وانت سمعتني؟ فهو بيقول لها ده انا اعرف اسمعك في الشارع اللي وراه، والله العظيم هو اللي كتب كده مش انا. طب ايه ده شويه، هو فعلا شكل اسمك انت احلى بكتير من اسمي. وهو بيحط ايديه على راسها وبيقول لها انت اول ما تتعلمي قرايه والكتابه خطك هيبقى حلو، هيبقى زيي، وعشان كده لازم اللي انت تبداي تتعلمي بسرعه. وساعتها جولي بتقول انا هتعلم كويس جدا وهكون الزوجه اللي انت بتتمناها لحد ما نتطلق. وهي بتقعد تضحك وهو حاطط ايديه على شعرها وبيقول لها شاطره يا طفله، على فكره انا مش طفله، انت اصغر مني وعلشان كده انت بالنسبه لي طفله. وهو بيقول لها خلاص انا همشي دلوقتي علشان عندي شويه شغل. هقابل واحد اسمه جوش. مين جوش ده؟ ده واحد من الحراس بتوعي، مع اني متوقع ان انا هخرج من الاجتماع ده وانا متعصب علشان عارف ان الكلام اللي هيقوله هيعصبني. طب هو انا ممكن دلوقتي اللي انا ابدا اتمشى واشوف اسرتك ولا هيكون في مشكله؟ مش لازم اللي انت تكوني قلقانه قوي، كعاد اللي انت مضيتيه ما كانش مع اسرتي كلها، كان معايا انا بس، فتقدري تعملي اللي انت عاوزاه. وطبعا جولي بتكون واقفه وبتبص بس بطرف عينيها، بتلاقي ان كل الخدم واقفين وعمالين بيبحلقوا فيها، وبتكون مرعوبه وبتقول مش لازم اللي انا اقابلهم دلوقتي. وهو بيقول لها خلاص مش مشكله، تقدري اللي انت تخشي ترتاحي دلوقتي، لسه معانا وقت كتير. وبعد كده كوب بيروح وبيوري الحراس بتوع العقد الجواز، وهما الاتنين بيكونوا باصين له وهم ساكتين وبيقولوا في نفسهم هو يا ترى اكبر الطفله دي اللي هي توقع على العقد ده؟ اصل هي لسه طفله صغيره، ليه تمضي على عقد زي ده؟ انت ازاي اقنعتها ولا انت اجبرتها على ده؟ فهو على طول بيتعصب وبيقول لهم بطلوا الهزار ده احسن لكم، هو العقد كان قدامها وهي مضت عليه بارادتها. انت اصلا حضرتك متاكد ان الطفله دي هتقدر اللي هي تعمل اللي انت عاوزه؟ الاطفال العاديه بتكون مختلفه عن اطفال الملاجئ وعن الاطفال النبيله اللي زي حضرتك، ده زائد اللي انت لسه عايز تعلمها كل حاجه من اول وجديد، وده يحتاج فلوس كتير. فكوك بيقول لهم مش مهم، المهم اللي انا عاوزه يحصل زي ما انا عايزه بالظبط، وهي تتعلم كل حاجه عشان عايز اللي انا ارفع مكانتها الاجتماعيه، وعشان كمان ارفع مكانتي انا شخصيا لازم يكون عندي شريك حياه واتجوز بسرعه، واي حاجه هي تحتاجها لازم اللي انتوا توفروها لها. والحارس بيقول له طب خلاص طالما انت عايزها كده احسن حاجه ممكن اللي انت تتبناها، بلاش اللي انت تتجوزها. والتاني بيقول فعلا دي فكره كويسه جدا، اتبناها بدل ما تتجوزها، ولما بقى تبقى تكبر وتجيب سن الجواز ساعتها ممكن نبدا اللي احنا نرتب للجواز بتاعها. فكوك بيقول له مش هينفع اللي اتجوزها لو خليتها اختي الصغيره واتبنيتها دلوقتي. فالخادم بيقول له في الغالب فعلا مش هينفع اللي انت تتجوزها لو انت ايه، لحظه انت قلت ايه؟ انت عايز تعمل ايه؟ فهو بيقول له هتجوزها اول ما انا وهي نكبر واحنا الاتنين نجيب سن الجواز. والحارس على طول بيتصدم اول ما بيسمع الجمله دي، انت عايز اللي انت تتجوز طفله زي دي؟ سيدي الجواز مش لعبه. وبتكون خلاص روح الخادم ده هتطلع ايه ده، انا ما قلتلكوش اللي هتجوزها دلوقتي، انا لسه هتجوزها لما احنا الاتنين نكبر، هي مش الطفله دي من عامه الشعب؟ ايوه عشان كده بقول لكم علشان تحلوا انتم المشكله دي وتتصرفوا في الموضوع ده، دي شغلتك انت، دي كمان ما عندهاش اي وكمان هربانه من دار ايتام. طب خلاص هحل لك الموضوع، شيل كل الاسباب دي على جنب واعتبر اللي انا معجب بالطفله دي وعايز اللي انا اتجوزها، وتفضل اتصرف وحل كل المشاكل اللي انت عمال بتقولها دي، يلا عشان ما عنديش حاجه دلوقتي اقولها لكم زياده، اتفضلوا اخرجوا. وطبعا الاتنين بيكونوا مصدومين ومش عارفين يقولوا ايه. وبنرجع تاني عند جولي وهي في الاوضه بتاعتها، وبتيجي الخادمه من وراها وبتغطيها وبتقول لها خدي بالك علشان ما تبرديش، وبتكون بتضحك لها وهي بتقول لها انا بحب جدا المطره. فالخادمه بتقول لها طب خلاص من حظك اللي هي دلوقتي عماله بتمطر تلج كتير، وهي عشان عاصفه بسيطه فعشان كده صوت المطر حلو قوي. فجولي بتقول لها تلج، وبتكون مستغربه، والخادمه بتقول لها ايوه التلج بيكون لونه ابيض وبيكون ناعم جدا، والجو لما بيكون بارد جدا بتحصل طبقات كتير قوي من التلج وبيتراكم على الارض. وهي بتكون مبهوره قوي من اللي بتسمعه ده. طب حلو قوي، وانا امتى ممكن لا اشوفه؟ فالخادمه بتقول لها انت لو رحت للاوضه بتاعت كوك تقدر اللي انت تشوفيه. طب بجد ممكن ان انا اعمل كده قريب، بس لازم اللي انت تكوني بصحه كويسه عشان تقدري اللي انت تلعبي بالتلج علشان الموضوع يكون صعب لو انت عيانه. خلاص تمام. فالخادمه بتقول لها صحيح انا نسيت اقولك، انا قاعد فتره كده مش هقدر ان انا اجيلك علشان اكون تعبانه واروح المستشفى علشان افحص نفسي، وعشان كده اجيب لك حد تاني علشان يخدمك. وساعتها على طول الباب بيخبط، والخادمه بتقول اهو هما شكلهم وصلوا، ما تقلقيش بس هما الاتنين كويسين جدا. وبتروح وبتفتح الباب وبيدخل بنتين وهما الاتنين بيكونوا توأم، وعلى طول بيروحوا لجولي بيقول لها مرحبا يا سيدتي. وطبعا هي بتكون متوتره منهم وبتفتكر ساعه ما شافت كل الخدم اللي بره وهم كلهم عمالين بيراقبوها، وبتكون
بتكون قلقانه وبتقول لهم انا هقدر ان انا اعمل كل حاجه لوحدي، ممكن اللي انتوا تمشوا. فهم الاتنين بيكونوا مصدومين وبيقولوا لها انت بتقولي اللي انت هتعملي كل حاجه لوحدك واحنا موجودين ازاي، واحنا عملنا لك اي حاجه تزعلك؟ احنا نجحنا في منافسه صعبه جدا عشان نقدر ان احنا نخدم حضرتك. وهي بتكون مستغربه وبتقول منافسه ايه؟ وهم بيردوا عليها وبيقولوا لها احنا كنا بنتنافس مع بقيه الخدم علشان نشوف مين اللي هيخش علشان يخدم حضرتك، عشان كلنا نفسنا ان احنا نشوفك وكنا عمالين بنراقبك من بعيد علشان كده. وجولي بتكون فرحانه وبتقول يعني انتوا ما كرهتونيش، انتوا كنتوا عايزين بس اللي انتوا تشوفوني. والخدم بيكون مصدوم وبيقول لها نكرهك ازاي؟ ده احنا كلنا معجبين بيكي جدا، مين اللي قال لك اهانه زي دي؟ انت بس لو كنت شاورت لهم من بعيد وسلمت عليهم كانوا كلهم هيفرحوا جدا. فجولي بتضحك لهم وبتقول لهم طب خلاص انا هعمل كده المره الجايه، وبتقبل اللي هم يساعدوها. وواحده بتكون عماله بتسرح لها شعرها والتانيه ماسكه لها فوطه وبيقولوا لها احنا في الغالب اللي هنجيب لك الاكل الصبح، عندك اي مانع؟ فبتقول لهم لا طبعا ما عنديش مانع، تعالوا براحتكم. والبنات بتكون مصدومه وبيقعدوا يقولوا لها طب تحبي اللي انت تاكلي ايه؟ في اكل معين بتحبي؟ انا عن نفسي انا عايز دلوقتي طبق فته. وبيقولوا لي كمان انتوا عايزين ايه في الكومنتات، خلينا نطلبه من الخدم دول جايز يعملوها لنا. وجوي بتكون متوتره بتقول لهم هو انا ما اعرفش اسمي اكل كتير وما جربتش اصلا انواع كتير من الاكل. فهم بيقولوا طب ما تخافيش انت هتاكلي كتير الفتره اللي جايه وهنعمل اي اكل انت عاوزاه. فهي بتقول لهم هو انا هقدر اخرج من هنا في يوم من الايام؟ فهم بيقولوا لها ايوه اكيد، في الربيع كلها نقدر ان احنا نخرج من القصر ده براحتنا، وساعتها نقدر ان احنا نروح للجناين اللي بره وللانهار كمان، واحنا اصلا في اوقات فراغنا بنروح لهناك في الربيع وبنقعد اللي احنا نلعب هناك. وهي بتكون فرحانه بتقول طب وانتوا هتقدروا ان انتوا تلعبوا معايا؟ فهم بيقولوا لها اكيد ده هنكون فرحانين جدا لو عملنا كده، انت ما تقلقيش احنا نرتب كل حاجه، انت بس هتحتاجي شويه لبس جديد وعشان كده نروح اللي احنا نشتري اللبس ده قريب. وجوي بتكون فرحانه قوي وهم بيكونوا عاملين بيسرحوا لها شعرها وبتكون فرحانه قوي. انما بعد كده جولي بتلاقي نفسها في مكان ضلمه وبتكون عماله بتمشي وفجاه بتلاقي نفسها قصاد باب عملاق، وبعد كده بتبدا اللي هي تحاول اللي هي تفتح الباب وتفتحه وبتفتكر ذكريات من حياتها اللي فاتت، وبيكون في ناس وفي حد بيقول لها يلا وريني دلوقتي قوتك، وهي بتكون واقفه وهي ملثمه وفي حد بيقول لها يلا بسرعه وبيكون باين عليها التعب، وبيقول لها الشخص اللي شعره اصفر هناك ده هو الهدف بتاعنا، وعلى طول بيديها حاجه في ايديها وبيقول لها اقتلي الراجل اللي هناك ده. وهي بتكون عماله بتقول في نفسها بس انا مش عايزه، وهي على طول بتقول التعويذه والقوه دي على طول بتهجم عليه، وهي بتكون عماله بتقرب كل اللي بيحصل ده من ورا الباب. وكوي بيكون ساعتها ماسك سيف وبيحاول هو يحارب اللعنه دي، وكوي ساعتها بيلمحها بعينيها وهي واقفه ورا الباب وبتكون عماله بتعيط وبتقعد تقول في نفسها كفايه كفايه. وساعتها على طول في ايادي كتير من النور بتتمدلها، انما على طول بتمسكها وبتخنقها وما بتكونش قادره تتنفس بسببها، وبتقول انت قاتله هتفضلي تقتلي طول عمرك. وبتصحى ساعتها من النوم وتاني يوم بتنزل العربية مع الخادمة بتاعتها وبتخش وبتقول هو انا اتأخرت؟ فالخادمة بتقول لها لا ما اتأخرتيش، وكوي بيكون قاعد جوه بيقول لا ما اتأخرتيش، يلا خش علشان نتحرك بسرعة. وهي بتخش والعربية بتبدأ اللي هي تتحرك وكل ركوب العربية بيكون ساكت. وساعتها جودي بتقول للخادمة هو ليه كوي جاي معانا؟ وساعتها كوي بيتوتر وبيقول وبيفتكر ساعة ما كان عمال بيقول للخادمة هو ليه جاي معاهم، وبتكون الخادمة جات له المكتب وبتقول له من فضلك يا سيد كوي احنا عايزين ان احنا نخرج بكرة شوية علشان نشتري شوية هدوم للآنسة. فكوي بيقول لها طب تمام انا هكون معاكم بكرة. والخادمة ساعتها بتستغرب وبتقول له هو ليه حضرتك جاي؟ فكوي بيقول لها عشان بس عايز اكون مطمن عليها وهي بره، وكمان عشان اكون مطمن عليكم. وهي بتقعد اللي هي تفكر اللي هما بنتين رايحين يشتروا هدوم، انت جاي لي ايه لازمة امك؟ طبعا في دماغها. فهو على طول بيلحق نفسه وبيقول لها انا بس عندي شغل قريب منكم فعشان كده هاجي معاكم. فالخادمة ساعتها بترد بتقول بجد طب خلاص تمام، انا اسف انا كنت فاكرك هتيجي معانا بس علشان عايز اللي انت تهرب الانسه جولي، بس انا خلاص دلوقتي فهمت. وهو بيكون هيموت من كتر الاحراج اللي هو فيه وكل ده بس علشان يروح معاه. فالخادمه على طول بتقول هو جاي معانا علشان هو عنده شغل قريب من هنا، صحيح يا استاذ كوك؟ فهو بيقول لها ايوه صح. وجولي بتقول خلاص تمام. وكوك بيقول في نفسه انا لو اصلا بجد كان عندي شغل قريب من هنا كان زماني جبت السكرتير بتاعي، بس انا بكذب وعلشان كده جاي لوحدي واضطر دلوقتي ان انا امشي وانزل في اي مكان. وفعلا ده اللي بيحصل، وهو بينزل قبلهم في اي حته قريبه منهم. هم بعد كده بينزلوا وبيبداوا اللي هم يتمشوا، والخادمه بتقول احنا خلاص في الاسبوع الاخير من السنه دي واحنا دلوقتي في اخر 3 ايام، ودول بيتسموا اخر 3 ايام في السنه، ودي تعتبر ايام خاصه جدا. وفي الغالب الناس اللي في الامبراطوريه هنا متعودين اللي هم يقضوا الوقت ده مع عائلتهم، خصوصا اخر 3 ايام في السنه. فبترد ساعتها عليها جولي بتقول دي حاجه حلوه قوي. ايوه والعائله النبيله ساعتها بتقعد توزع الاكل على الكل، والشوارع بتكون زحمه جدا ساعتها، انما دلوقتي
الشوارع هتكون فاضية شوية عشان احنا لسه بالنهار، وعشان كده استاذ كوك جه معانا عشان هو في الغالب كان قلقان عليكي. انت اصلا محظوظة جدا لان استاذ كوك مهتم بامرك علشان مش اي حد يقدر اللي هو يقابله اصلا. صحيح ايه هو اكتر لون انت بتحبيه علشان اللي انا اجيب لك هدوم بيه؟ انا ما عنديش لون معين بحبه، بس مثلا ممكن ازرق واصفر. وبعد كده بيوصلوا للمحل وجولي بتقول هو النهارده اجازة ولا ايه؟ المكان فاضي جدا ومفيش حد في المحل. وبترد عليها خادمة وبتقول احنا لسه في اول راس السنة، ما فيش ناس كتير بتكون موجودة هنا. وساعتها بتروح وبترن على الجرس وبتقول دلوقتي في حد هيجي لينا. وفجأة بتظهر ست وبتقول اهلا بيكوا، انا صاحبة المحل ده. واول ما بتبص لهم كده بصة من فوق لتحت وبتقول لهم انا الفساتين اللي عندي غالية جدا وفي الغالب مش هتقدروا اللي انتوا تشتروها، ممكن تبصوا على الفساتين اللي انا معلقاها هناك، دي الفساتين الرخيصة اللي عندي، هي مش غالية قوي وفي نفس الوقت مش موضة قوي يعني، وقديمة شوية ومستعملة وممكن تكون مقطعة ومبقعة، ويا سلام لو تاخدوا بعضكم وتمشوا بقى. فطبعا الخادمة بتتعصب جدا اول ما بتسمع الكلام ده وبتقول لا هو ايه الكلام اللي انت عمالة بتقوليه ده؟ وجولي بتكون واقفة وهي ساكتة وبتقول خلاص مفيش مشكلة. فالبياع بتقول لهم ايوه فعلا الهدوم دي لسه كويسة شوية. وجولي بتمسكها وبتقول لها خلاص مفيش مشكلة. فالخادمة بتقول لها تعالى انا هاخدك دلوقتي المحل تاني. وهي بتقول لها لا احنا لو مشينا دلوقتي هيقعدوا اللي هم يضحكوا علينا وانا هكون السبب، وساعتها ممكن اللي انا احرج اسم العائلة بتاعتي. خلاص انت ممكن اللي تشتري من هنا اي حاجة، فستان واحد او فستانين. فالخادمة بتقول لها طب خلاص خلينا نشتري اي حاجة من هنا. وبيقعدوا هما الاتنين اللي هم يتكلموا، والخادمة بتتوب كده وبتقول لهم طب ممكن اللي انتوا تنقوا بسرعة وتبقوا تنادولي، انا هروح دلوقتي واشوف علشان ورايا شغل كتير في فستان معين انا عمال بشتغل عليه بقالي كتير عشان هو الزبون مهم جدا. وبعدها بتمشي واول ما بتلف ظهرها جولي ساعتها بتفتح عينيها وبتقول هو انت ايه اللي جابك لهنا؟ وساعتها على طول في حد بينده على البياعة دي وهي بتتعصب بتقول هو انا مش قلت لكم لا ما عنديش فساتين تانية رخيصة ليكوا؟ وهي على طول بتبص وراها انما وشها بيجيب الوان عشان بتلاقي قصاد عينيها الاستاذ كوك. وكوك بيقول لها عيدي اللي انت قلتيه ده تاني. وطبعا هي بتكون واقفة وبتقول في نفسها يا ارض انشقي وابلعيني وما بتكونش عارفة تقول ايه. فكوك بيقول لها هو انا علشان دايما بكون في القصر ومشغول فمستوى المحل ده تراجع بالشكل ده وانا مش عارف لدرجة اللي انت ما ترديش عليا؟ وهي بتكون واقفة ومرعوبة وبتقول سيدي. وبيقول لها هو انت بقيتي شايفة نفسك شوية علشان انت اشهر مصممة ازياء موجودة لدرجة اللي انت شايفة ان العيلة بتاعتي بقت حاجة تافهة بالنسبة لك دلوقتي؟ فهي بتقول يا استاذ كوك انا معاملتي كانت وحشة شوية بس من فضلك اديني فرصة تانية، انا ما كنتش عارفة اللي هي من العيلة بتاعتك، انا لو كنت عارفة ده كان زمان طبعا معاملتي اتغيرت. وبتنحني له على طول على الارض. وكوبي يقول لها وانت بتعتمدي على معامله الزبائن بمكانته؟ انت مش لازم اللي انت تعتذري لي انا، انت لازم تعتذري من انسه جولي. وبيحط ايده على كتفها ساعتها وهي على طول بتبص لها وبتنحني لها وبتقول لها انا اسفه انا اسفه جدا يا انسه جولي على اللي انا قلته، من فضلك اديني فرصه اخيره. فجولي بتقول لها خلاص تمام. وكوبي يقول خلاص طالما انت راضيه تمام بس دلوقتي جه وقت العقاب. وهي منحنيه كده بتقول من فضلك كوني لطيفه في العقاب. فالدوق بيقول لا ما تخافيش العقاب هيكون سهل، انا بس هشتري كل الفساتين اللي موجوده هنا خصوصا الفستانين اللي انت حاجزاهم وعماله بتشتغلي فيهم، ده هيكون عقاب مناسب ليكي. انا اما اخد كل الفساتين المحجوزه دي وخليكي في وضع محرج قصاد كل النبلاء اللي بيطلبوا منك فساتين، ده هيخليكي في وضع محرج جدا. وصاحبه المحل بتقول لحظه كل الفساتين المحجوزه استحاله اللي هي تقدر تناسب الانسه جولي. فكوبي يقول لها ايوه انا عارف بس مع ذلك انا هاخدها كلها وانت لو ما اديتهالهاش انا هاخدها غصب عنك، يلا ابداي اللي انت تجهزي كل الفساتين دي وابعتيها للقصر بتاعي. وهي بتقول له خلاص تمام. فكوي بتقول له طب لحظه ايه اللي هنعمله في كل الفساتين اللي احنا اشتريناها دي؟ فهو بيقول لها تلبسيها كلها. شكرا ليك بس انا مش عاوزه كل ده، خصوصا انا مش عايزه اصلا البس اي حاجه اتصنعت في المحل ده. فصاحبه المحل بتفرح كده وبتقول بعد كل ده انت مش عاوزه ان انت تشتري الفساتين دي من عندي؟ وبتكون فرحانه. انما هي بتقول لها ايوه بس كمان انا مش هنسى اللي انت عملتيه من شويه، انا عاوزه ان انا اتبرع بكل الفساتين دي. وطبعا صاحبه المحل بتكون هتتجنن وبتقول لا طبعا ده استحاله اللي هو يحصل، انت احرقي الفساتين دي احسن بدل ما تديها للناس الفقيره اللي في الشارع، الفساتين دي للناس الغنيه بس. فكوبي يقول لها ايوه بالظبط هي دي الفكره المظبوطه، اللي انت تتبرعي بيها احسن من اللي انت تلبسي الفساتين المعفنه دي. وبيروح على طول ناحيه صاحبه المحل وبيقول لها انا حذرتك دلوقتي بسبب معاملتك الوحشه وكل دي عقوبه ليكي ودي اخر تحذير ليكي. وبيرملها شنطه فلوس وبيقول لجولي يلا بينا علشان نمشي. وهما الاتنين ساعتها بيمشوا
يمشوا، انما قبل ما يمشوا كو بيروح لها وبيهددها وبيقول لها اياك اللي انت تتعاملي مع اي حد بالاسلوب ده تاني، وبتكون نظراته مرعبه جدا ولا كانه نمر قصادها، لدرجه اللي هي بتكون واقعه على الارض مرعوبه في مكانها من اللي حصل لها. وساعتها الخادمه بتقول انت قدرت اللي انت تعاقبها بشكل كويس جدا. وجولي بتقول ايوه بس مش كان اللي حصل ده مبالغ فيه شويه؟ انا حاسه ان الموضوع ده كان اوفر شويه، بس انا مبسوطه جدا بالحاجات دي، بس انا مش عاوزه اللي انا البسهم، وفي نفس الوقت ما كنتش عاوزه اللي انا احرقهم او اللي انا بس اركنهم على جنب. كويس اللي احنا هنتبرع بيهم ونديهم لناس محتاجه. فكوك بيقول لها فعلا انت قرارك كان كويس قوي، وبيكون اصلا مبسوط منها وبيحط ايده على راسها وبيقول لها خلي بالك من كلامك بعد كده. وهو بيكون مبسوط منها وبيقول لها يلا بينا تعالي اللي احنا نروح لمحل تاني علشان نشتري اللي انت عاوزاه. وساعتها هي بتضحك وهو كمان. واول ما بيوصلوا المحل هي بتغير علشان تبدا اللي هي تقيس الفساتين عليها، وبيطلع وبيكون الفستان لايق قوي عليها. وهي بتقول بس شكل الفستان ده مبالغ فيه شويه. فهو بيقول الفستان ده حلو ومناسب ليكي. والخادمه بتقول شكلك حلو قوي بيه. وكو بيقول لها الفستان ده حلو بالنسبه لطفله، بس لحظه هو انت ليه من شويه قلت ليه انت مش عايزه فستان شكله حلو ويكون فيه زينه كتير؟ فهي بترد يعني بصراحه لو فستان كان حلو وفيه زينه كتير اكيد هيكون غالي جدا. فهو بيقول لها يعني وانت بتحاولي ان انت توفري لي ولا ايه؟ هو بصراحه انت دفعت كتير قوي في محل الهدوم اللي فات، وانا مش عاوزه ان انا افضل اخليك تصرف فلوس على الفاضي. فكو بيقول لها هو انت ليه فاكره ان ده عبء عليا؟ دي مجرد هديه ليكي وهي طالعه من قلبي ليكي، واللي بيوصل من القلب بيروح للقلب، وبلاش اللي انت ترفضي الهدايا بتاعتي، وانا مش طالب منك اي حاجه الا ان انت بس تقولي شكرا. ناقص الطقم ده بس مجرد جاكيت وهيكون طقم عظيم جدا ليكي. وبيقول للست اللي في المحل جهزي بسرعه الفستان والجاكيت دول عشان هي تلبسهم. والبنت الشغاله بتقول حاضر انا هبعتهم بكره على القصر عندكم اول ما اقدر ان انا اجهزهم. وهي على طول بتقيس فستان تاني وبيكون لايق جدا عليها. والخادمه وكل اتنين بيكونوا مبهورين بشكلها، وهي بتقول انا اول مره البس لبس كده شكله حلو قوي. وهو بيقول لها بس لسه في حاجه ناقصه، استني والبسي بقى الطاقيه دي. وعلى طول بيروح عليها وبيبدا اللي هو يربط لها الطاقيه دي، وبيقول لها كده بقى شكلك احلى، وبيكون شكلها فعلا جميل جدا. والخادمه بتقول لها هو باين ان دوك مش بارع جدا في اللي هو يلف الطاقيه دي ويربطها، انا هربطها بس تاني انسه عشان يكون شكلها مظبوط. وهي على طول بتروح علشان تفكها وتربطها، انما جولي بتقول لها لا يا كده حلوه كفايه ان هو اللي ربطها لي. فطبعا هي بتتوتر من اللي قالته وبتقول اكيد بس علشان في هوا كتير قوي بره فانا مش عاوزه افكها علشان ما تطيرش. فالخدامه بتضحك وبتقول خلاص تمام طالما انت مرتاحه كده خليها مربوطه زي ما هي. وبيخرجوا ساعتها كلهم من المحل وكلهم بيركبوا عربيه، وجولي وكوك بيكونوا جنب بعض. وهي بتقول له انا عاوزه اللي انا اقول لك على حاجه. فهو بيقول لها ايه؟ فهي بتوشوشه وبتقول له هو في اي حد جه وسال عليا؟ فهو بيقول لها هو في اصلا اي حد يعرف اللي انت قاعده عندي؟ فهي بتقول له لا بس انا علشان هربانه دلوقتي فمش عاوزه اي حد اللي هو يعرف عني حاجه فعشان كده بسال. وهي بتكون متوتره جدا. فهو بيمسك راسها وبيهزر معاها وبيقول لها بلاش اللي انت تتوتري طول ما انت معايا هتكوني في امان. وبالنسبه للاجابه عن سؤالك فما فيش حد جه سال عليكي ولا عبرك. خلاص تمام انا قلت لك من النهارده انت خلاص بقيت تحت حمايتي وتحت مسؤوليتي انا. وساعتها بتفتكر لحظه من حياتها اللي فاتت وهي شغاله كمجرد قاتله وعماله بتقتل كل الناس، وبتفتكر حياتها دلوقتي والضوء عمال بيساعدها في كل حاجه. وهو بيقول لها يلا خلاص احنا وصلنا. وهو بينزل من العربيه وبيمد ايده وبينزلها، والخادمتين بيكونوا واقفين ومستنيينهم. واول ما بيشوفوها بيقولوا لها اخيرا جيتي احنا كنا مستنيينك بقالنا كتير. ايه الفستان الحلو قوي ده شكله حلو قوي عليكي، واضح ان انت اتبسطت بالتسوق. وواحده فيهم بتقول كويس اصلا اللي انت قدرتي اللي انت ترجعي، انا مش عارفه ازاي قدرتي اللي انت تتبسطي وانت مع الولد ده. وبيكون قصدها على الضوء. صحيح احنا عملنا لك حاجه ممكن لو قدرتي اللي انت تقبليها مننا. فهي بتقول لهم هو ايه ده؟ فهم بيقولوا لها طب جربي اللي انت تفتحيه. واول ما بتفتحه بيكون فيه كتاب جوه. معلش بس انا لسه لحد دلوقتي بتعلم القرايه. فهم بيقولوا لها ما تقلقيش تقدري اللي انت بس تبصي جواه احنا راسمين كل حاجه. الكتاب ده ممكن اللي هو يكون مفيد ليكي علشان احنا لسه مش عارفين ايه الاكل اللي انت بتحبي اللي انت تاكليه وانت ما تعرفيش ايه اسامي الاكل، فممكن ببساطه دلوقتي اللي انت تشاورنا بس على الصور واحنا نعمل اي اكله موجوده في الصور دي. احنا ما نعرفش هنسميه ايه بس ممكن ان احنا نسميه كتاب القائمه. انا عايز اقول لهم ده اسمه منيو اصلا. الكتاب ده فيه اكل مالح وحلو وكل اللي انت تحبيه. يعني ما نفسي في حد كده يجي يديني كتاب مليان صور ويقول لي نقي بس كل يوم انت عايز تاكل ايه وانا اعمله لك. حلم هتخلوني احسد البنت دي. وطبعا بتكون الخادمه الرئيسيه وكو الاتنين واقفين وهم عمالين بيبصوا لها وبيضحكوا، وهي بتحضن الكتاب وبتقول لهم شكرا جدا ليكوا عليه ده فعلا هيفيدني كتير. وبتكون فرحانه بيه جدا. وبيجي الليل وساعتها بنشوف كوكو بيكون واقف مع الحارس
الحارس بتاعه بره القصر، وكوك بيقول غريبة المكان هنا هادي جدا، والخادم بتاعه بيقول له ايوه فعلا. وساعتها بيشيل الماسك من على وشه وبيقول في هنا ريحة غريبة جدا، بس ريحة مقرفة، دي ريحة عاملة كأنها جثث متعفنة. وبعد كده بنشوفه في مكان تاني، وبيكون ساعتها ماسك السيف بتاعه وعمال بيطلع منه طاقة كبيرة جدا، وبيقعد اللي هو يتمرن بيه، ومن قوة الضربة بتاعته بيقدر اللي هو يعمل حفرة كبيرة في الأرض، وبيكون عمال بيتمرن على المهارة بتاعته. إنما من شدة الطاقة بتاعته السيف ما بيستحملش وبيتكسر، وهو بيقول السيف ده ملوش فايدة، وعلى طول بيرميه على الأرض. وبيجي الحارس بتاعه بيقول ايه التدريب المرة دي عامل ايه يا سيد السيف؟ فكو على طول بيقول له هو انا مش قلت لك قبل كده ان انت ما تنادينيش بالاسم ده؟ فهو بيقول له خلاص السكرتير بتاعك دلوقتي بيدور عليك يا سيدي. ليه بيدور عليا؟ انت دلوقتي وصلت لك دعوة علشان تروح للحفلة بتاعت راس السنة. طب هو السكرتير ده فين دلوقتي؟ فالحارس بيقول له اكيد هيكون في المكتب دلوقتي. هو انت مش ناوي ان انت تفتح الدعوة دي؟ فكو بيقول له انا كده كده عارف كل حاجة هتكون مكتوبة فيها. وساعتها كلهم بيروحوا على المكتب بتاعه، والسكرتير بيقول له هو انت لسه ما فتحتوش لدلوقتي؟ لا لسه ما فتحتوش، وعموما انا بفكر في حاجة دلوقتي بس مش عارف لو انت هتوافقني عليها. فهو بيقول له طب قول لي علشان بس اعرف. هو بصراحة انا عمال بفكر ومش عايز ان انا اروح احضر حفلة راس السنة بتاعت السنة دي. فالسكرتير بيتصدم وبيقول ليه؟ فهو بيقول له اقعد دلوقتي، صحيح انا اصلا في الغالب همشي من القصر ده الفجر بتاع النهارده. فالسكرتير بيقول له يا سيدي ده كان مش مجرد فكرة، ده قرار انت واخده. طب اقعد وانت شبه المجانين كده. والخادم بيقول له سيدي مش حاجة بسيطة اللي انت ما تحضرش حفلة راس السنة، انت اصلا هتغيب لفترة طويلة بعد الاحتفال بتاع الرئيس ده، على الاقل انت لازم تحضر يوم من الثلاث ايام الرئيسيين بتوع الحفلة بتاعت راس السنة. فكوري بيقول انا اصلا ما بحبش الاحتفالات دي. طب تقدر اللي انت تقول لي ايه السبب؟ هو ده بسبب الطفلة؟ احنا لما خرجنا من كام يوم هي كانت مرعوبة جدا ان انا ارجعها تاني لدار ايتام، ومع اني طمنتها وقعدت العب معاها الا اللي هي لسه قلقانة، وانا مش هينفع ان انا اسيبها دلوقتي واروح لحفلة راس السنة الاسبوع ده عشان هي خايفة جدا، فعشان كده مضطر ان انا افضل هنا لمدة اسبوع. يا ريت اللي انتوا تفهموا بقى على الحكاية دي. فهو بيقول له خلاص احنا فهمنا اللي انت تقصده. طب خلاص تمام، بس صحيح احنا لازم اللي احنا نلاقي حل للموضوع ده عشان هي مرعوبة جدا من دار الايتام ده. والسكرتير بيقول له سيدي يا ريت بس اللي انت تفكر شوية في قراراتك اللي انت هتاخدها بعد كده. فكو بيقول له طب انا عملت ايه تاني دلوقتي؟ فالحارس بيقول له انا مع فكرة اللي انت احسن لك تبعد مع دار الايتام، بلاش اللي انت تدخل نفسك في قصص انت ما لكش علاقة بيها. في اصلا شائعات كتير عمالة بتنتشر حوالين المكان ده بقالها فترة طويلة، وبلاش اللي انت تدخل اسمك في الحوار ده. فعشان كده لازم اللي احنا ناخد بالنا من كل خطوة احنا بنعملها دلوقتي. فساعتها كو بيقول لهم علشان كده بالظبط انا مش عايز اللي انا اعمل اي ضجة، وما خليش حد ياخد باله مني ولا اروح احتفل بالعيد السنة دي. والحارس بيقول له اي حاجه انت عايزها ممكن اللي احنا نعملها، بس بلاش اللي احنا بس نلفت الانظار لينا في الفتره دي. فكو بيقول له خلاص هنقدر اللي احنا نخش ونخرج من غير ما حد ياخد باله مننا. والسكرتير طبعا ما بيكونش موافق عن اي حاجه بتتقال، وبيقول لهم انتوا الاتنين مجانين، بس بيكون مضطر غصب عنه اللي هو يوافق. وبنشوف ساعتها جولي وهي نايمه، وكو بيكون جنبها وبيقول لها ما تخافيش انا هحميكي مهما كلف الحوار، بس انا دلوقتي محتاج اعرف انت ايه اللي مخوفك للدرجه دي. بلاش اللي انت تعملي دلوقتي اي حاجه انت مش عايزاها، ولو انت مش حابه اللي انت تقابلي اي حد قولي لي بس، وانا مش استحاله اللي انا اخليك اللي انت تقابليه. وهي طبعا اصلا بتكون عماله بتاكل رز مع الملايكه ومش سامعاه، وهو بيقول مش عارف انا ليه اصلا عندي فضول كبير من ناحيتي كده اللي انا اعرف ايه اللي مخوفك للدرجه دي في الدار الايتام ده. انا همشي دلوقتي بس هرجع بسرعه. وفعلا على طول بيروح هو والحارس بتاعه ناحيه دار الايتام، وبيقول المكان هادي جدا بشكل غريب. والحارس بيقول فعلا عندك حق. وبعد ما بيدخلوا الميتم كوكي بيقول كوكي ايه؟ مين اللي كاتب السكريبت ده؟ معلش يا اخواتي خطأ في الانتاج، انا بشوف البضع اصلا في السكريبت ده شويه الاقيه مكتوب كوكي شويه الاقيه مكتوب كوكو، انا طالع عيني بسبب الاسماء المكتوبه غلط دي. نكمل. احنا كل ما بنمشي لقدام اكتر والريحه بتزيد اكتر، وشكلنا كده محتاجين ان احنا نفتح كل اوضه عشان نشوف فيها ايه. وبعد كده كوك بيتصدم من حاجه وبيقول هو مين المجنون اللي عمل كده؟ وبيشوف كميه كبيره من الاطفال وبيكون في دم موجود في الارض في كل مكان. والحارس بيقول يا سيد احنا لازم نطلع من هنا حالا، الوضع بقى خطير جدا، بس ممكن بكتير بس ان احنا نشوف الاوضه اللي فوق فيها ايه. وفعلا هما الاتنين بيطلعوا فوق وبيلاقوا دم وجثث في كل مكان. وكوك بيقول زي ما قالت الطفله كويس جدا اللي انا قدرت اللي انا اخدها من هنا، يا اما كان زمانها جثث جنب كل الجثث دي. بس كده انا عايز دلوقتي اللي اشوف بقيه الطوابق واشوف كمان الدور اللي فوق. وكوك بيقول انا حاسس ان في حاجه غريبه جنب ريحه الدم الموجوده في كل حته دي، في ريحه تانية. واول ما بيطلعوا بيعرفوا
دي ريحة ايه علشان بتكون الأوضة بتولع. والحارس بيقول يلا بسرعة يا سيدي احنا لازم نخرج من هنا حالا. وكوك بيقول يلا بينا. وفعلا الاتنين بيخرجوا بسرعة جدا وبيطلعوا يجروا من المكان، وبيحصل انفجار كبير في الميتم. وبعد ما بيرجعوا البيت بيكون السكرتير مستنيهم وبيقول ايه انتوا الاتنين جيتوا بسرعة قوي، ما كنتش متوقع ان انتوا هتيجوا بالسرعة دي، هو في ايه انتوا ليه انتوا الاتنين وشكوا كده؟ والحارس بيقول احنا مش هنضطر ان احنا نتعامل مع الميتم ده تاني. وكوك بيقول تقريبا كان في حد دخل الميتم كده قبلنا وقتل كل اللي كانوا هناك، وكمان فجر المكان، وزمان المكان كله ولع، وشكل النهارده الدنيا مش هتمطر، وعشان كده ما اعتقدش ان النار دي هتطفي بسرعه، وفي الغالب كل الجثث هتتفحم. اكيد اللي قتل كل الناس دول هو اللي ولع في المكان. انا ما اعرفش مين اللي عمل كده، بس هم اكيد دلوقتي بيدوروا على الطفله اللي معانا. اكيد في شخص خطير هو اللي عمل كل ده. احنا لازم اللي احنا نحمي الطفل اللي عندنا دي. اكيد هو اللي حظها كان كويس عشان قدرت اللي هي تهرب وتجيلي في الميعاد المناسب. واللي حصل النهارده ده كان هيحصل حتى لو احنا الاتنين ما قررناش اللي احنا نروح النهارده. والسكرتير بيقول دار الايتام ده اصلا كان بيتورط في اعمال كتيره جدا، وعشان كده طبيعي اللي هو يكون ليه اعداء كتيره. ولو الموضوع زي ما انت بتقول كده فاحنا لازم اللي احنا نتصرف بسرعه ونأمن نفسنا. والحارس بيقول فعلا الموضوع بقى خطير يا سيدي، واحنا لازم اللي احنا دلوقتي نفكر ازاي هنتصرف في الموضوع ده. وهو بيقول هم فعلا اكيد كانوا بيستهدفوا الطفله، احنا لازم اللي احنا نبعت لهم تحذير عشان هم عندهم قوه كبيره، ده زائد اللي احنا ما نعرفش نوع القوه اللي عندهم، وعشان كده ما ينفعش اللي احنا نفضل قاعدين هنا كده. وبيروح بعد كده كوك عند صقر وبيربط في رجله رساله وبيقول معلش مش هقدر اللي انا افضل معاك المره دي فتره طويله، بس انا محتاجك اللي انت توصل الرساله دي بسرعه. وبيطبطب ساعتها على طول على الصقر. وكوك بيقول في نفسه لازم دلوقتي اللي انا اعمل زياره للعائله الامبراطوريه. وبعد كده بنشوف كوك وهو بيقول تحياتي لسياده الامبراطور، انا جيت لهنا علشان اطمن عليك. والامبراطور بيكون قاعد ايه اخبار سياده الامبراطور؟ والامبراطور بيقول هو انت ايه اللي جابك في وقت بدري جدا زي ده؟ اكيد عشان تيجي بدري كده فالموضوع خطير جدا. فهو بيقول برغم اللي انا عارف ان ده يعتبر فال وحش الا اللي انا جاي اللي انا اتمنى لك سنه جديده وسعيده عليك. فالامبراطور بيقول له ما انا هشوفك كده كده في حفله راس السنه الجايه، طب انا هكون مبسوط جدا لو انت قبلت الهدايا دي مني دلوقتي. فالامبراطور بياخد الهديه منه، واول ما بيفتحها بيلاقي جلد نمر، وبيقول انت ازاي قدرت اللي انت تجيبه في منع من صيد النمور؟ انا قدرت يا سيدي امبراطور اللي انا الاقي جثته، وكنت محظوظ بالموضوع ده، هو اصلا مات من البرد الشديد. انت عارف ان الهديه دي غاليه جدا، انت ليه ما اخدتهاش لنفسك؟ اكيد عشان تديني حاجه بالقيمه دي فانت هتكون عايز حاجه قصادها، انت عايز ايه؟ فكوك بيقول بصراحه انا جات لي معلومات فبالتالي مش هقدر ان انا دلوقتي احضر حفله راس السنه الجديده عشان انا سمعت ان الدوق سولا عيان. فامبراطور بيقول الدوق سولا عيان وده طبيعي علشان هو سنه كبير. خلاص تمام طالما انت مستعجل دلوقتي تقدر ان انت تمشي، شكرا جدا لسيادتك. وبعد كده على طول هو بيرجع للقصر وبيقرر اللي هو لازم يمشي هو وجولي. فبيركبوا العربيه والخادمتين ساعتها بيروحوا لجولي وبيقولوا لها خدي بالك من نفسك ودايما تدفي كويس وكلي حاجات كتير عشان تقدري ان انت تزيدي في الوزن. وهي بتبتسم لهم وبتقول لهم شكرا لكم جدا عشان انتوا الاتنين كنتوا لطاف معايا قوي، ويا ريت اقدر ان انا اشوفكم تاني. وكوك بيكون عمال بيبص لها وبيقول لها تقدري ان انت تاخدي الخادمتين دول معاكي لو انت كنت بتحبيهم للدرجه دي؟ بجد وانا ينفع ان انا اخدهم للقصر الجديد اللي احنا هنروح له؟ ايوه انت كده كده مش هتقدري ان انت تعرفي اي حد هناك غيري انا والخادمه الرئيسيه، فيبقى كويس ليكي لو قدرتي ان انت تاخدي ناس تانيين انت تعرفيهم. انتوا الاتنين كده كده مش جاهزين دلوقتي فتقدروا ان انتوا تستنوا شويه وتتاخروا شويه علينا، جهزوا حاجاتكم وتعالوا ورانا. وهما الاتنين بيقولوا طبعا مفيش شرف اعظم من ان احنا نروح مع السيده بتاعتنا لاي مكان هي رايحه له، من فضلك استنينا يا سيده هنلم حاجتنا وهنيجي على طول وراكي. تمام انا هستناكوا. والخادمه الرئيسيه بتيجي وبتقول انا خلاص لميت كل حاجه مهمه هنا. فهو بيقول لها خلي بالك وخلي كل الخدامين اللي هنا يراقبوا كلامهم كويس، انا جيت لوحدي وهمشي لوحدي، مفيش حد جه معايا ومفيش حد مشي معايا، وهمشي لفتره طويله. ما تخافش يا سيدي كل الشغالين اللي هنا اشتغلوا هنا لفتره طويله. خلاص تمام. بس غريبه جولي مع انها بقالها هنا فتره قصيره قوي الا ان شعبيتها بقت كبيره، وبتروح وبتكلم الطباخ وبتقول له برغم ان انا ما اكلتش من ايديك كتير الا ان اكلك كان طعمه حلو جدا. وهو بيكون فرحان وبيقول لها حاول ان انت لو قدرت اقابلك تاني اعمل لك احلى الاكل. وعلى طول الشيف ده بيروح لكوك وبيقول له من فضلك يا سيدي ان انا كمان معاكم. وهو بيقول له خلاص تمام تمام. وكوك بيقول صحيح طالما انتوا الاتنين دلوقتي هتشوفوا بعض كتير فكويس اللي اعرفكم على بعض، خليني دلوقتي اللي انا اقدم لك الباقي. ده هو السيد جوش وهو المساعد الشخصي بتاعي وهو السكرتير بتاعي، سعيد بمقابلتك يا انسه لوجي. وده هو مساعدي التاني. ايه ده هو راح فين؟ وفي على طول حد بيندهه من وراه، هو انت لقيت اللي بتدور عليه؟ واضح ان انت اصلا كنت بتدور عليا. فالدوق بيقول له ده هو قائد الفرسان بتوعي وهو زي اخويا واسمه هوريك.
وهي اول ما بتبص في عينيه بتترعب وبتقعد تفتكر ذكريات من الماضي، والضوء بيقعد اللي هو يندهها عقبال ما هي بتاخد بالها وبتفوق وبتقعد تقول انا اسفه انا اسفه، وبتبدا اللي هي تعيط وبيكون واضح اللي هي عارفاه من حياتها اللي فاتت. والضوء والحارس الاتنين ما بيكونوش فاهمين هي اصلا مالها، وواضح اللي هو ليه ذكريات من حياتها اللي فاتت. وهي بتقعد تعيط وبتقول انا ما عملتش كده عشان كنت قاصده، ما كنتش عارفه اصلا. وكوك بيقول لها انت عملتي اصلا ايه علشان تقعدي تقولي كده، اهدي شويه. وهي بتقعد اللي هي تعتذر، والضوء بيقول للحارس ادينا كده ظهرك وبص لورا، وهو بيقول له حاضر وبيلف، وهو بيقول لها اهدي بقى شويه بصي لنا. وهي بتقعد اللي هي تعتذر، فهو على طول بيزعق وبيشدها وبيقول لها بصي لي فوقي، اتنفسي بقى بالراحه شويه خدي نفس. وهي بتاخد نفسها وبتقول انا اسفه بس انا اتخضيت شويه. وهو بيقول لها خلاص خليها دلوقتي اللي احنا نخش ونرتاح في العربيه. وهي بتقول له خلاص تمام انا بقيت كويسه، انت عموما ضيعت وقت كتير بسبب يلا بينا. وهو على طول بيبص لها، فهي بتقول له انا بجد كويسه خلاص يلا بينا. ورئيس الفرسان بيكلم السكرتير وبيقول له هو انا منظري وحش وبيرعب قوي للدرجه دي ولا ايه؟ وهو بيرد وهو مستغرب بيقول له ليه انا مرعب للدرجه دي ولا انا منظري وحش لدرجه ان حد اول ما يشوفني يقعد يعيط؟ فهو بيقول له لا ما افتكرش ان انت وحش للدرجه دي. والخادمه بتقول لجولي بعد ما بيركبوا عربيه في الغالب الفرسان هيتعبوا قوي وهم ماشيين دلوقتي علشان الدنيا هتتلج. فجولي بتقول ليه؟ فبتقول لها علشان اول ما الدنيا تلج الطرق كلها تبقى مزحلقه ويكون صعب اللي هم يمشوا عليها. فبتقول لها طب خلاص يا ريت بس اللي هي ما تتلجش عقبال ما احنا نوصل. فالخادمه بتسال جوليو بتقول لها وانت اصلا حاسه باي برد؟ فبتقول لها لا لا خالص، وبتكون ماسكه ايديها. فالخادمه بتقول لها انت لازم اللي انت تلبسي جاكيت تاني. لا انا مش حاسه باي برد، انا مش حاسه باي برد، انا حاسه دلوقتي كمان بحر اصلا بجد، يعني انت عيانه ولا ايه؟ فبتقول لها عليا اطلع انا كويسه، انما بيكون شكلها كانها ترجع. والخادمه بتقول لها كان لازم اللي انت تاخدي شويه اعشاب طبيه لزوم الطريق. فبتقول لها بس كنا مستعجلين فما حبيتش لا اتاخر، والجو دلوقتي اصلا دافي. وعلى طول بتبص من شباك العربيه لكوك، وكوك بيقول هو انت حاسه بدوخه؟ فهي بتقول له شويه، فهو بيديها حاجه وبيقول لها خدي ده. وجولي بتقول شكرا ليك بس هو ايه ده؟ افتحيها وانت تعرفي دي رمانه، هو كان صعب قوي اللي احنا نلاقيها عشان احنا لسه في الشتاء، بس انا جبتها لك. انت جبتها بجد علشاني؟ انا شايف فكره عماله بتلف حوالين المكان بعينيكي. طب هو انت مش المفروض تركب معانا في العربيه عشان تحس بالدفى؟ الجو اكيد برد على حصان. لا انا مرتاح هنا، انا اصلا حسيت بالصداع اول ما ركبت العربيه. طب خلاص انا هاكل الرمان دلوقتي الشكل طعمه حلو. خلاص تمام بس ما تجبريش نفسك اللي انت تاكلي غصب عنك عشان ما تتعبيش، والجو برد عشان كده اقفلي الشباك واسحبي الستاره. حاضر. وبنشوف كميه العربيات والحراسه اللي بتكون ماشيه، وبنشوف قائد الفرسان وهو بيقول انا جيت هنا اصلا من كام يوم وما حصلش اي حاجه على الحدود، مش هينفع ان احنا نقلل حذرنا تحت اي ظرف، احسن حاجه نعملها دلوقتي اللي انا افضل صاحي عقبال ما نقدر ان احنا نوصل. وجولي بتكون نايمه وفي حد بيقعد يقول لها اصحي اصحي، واول ما بتفتح عينها بتلاقي كوك قدامها وبيقول لها اصحي بقى انت نمتي، احنا خلاص وصلنا انزلي. وهي بتنزل واول ما بتبص بيقول لها هو ده القصر اللي احنا هنخشه، وبيكون قصر كبير جدا وعظيم. وبيخشوا مع بعض القصر وهو بيقول اهلا بيكي في قصر سوريا، انا مبسوط علشان هي ما نزلتش تلج، انا عارف اللي هي متاخره دلوقتي بس سنه سعيده عليكي وليكم كلكم. وجولي بتقول في نفسها انا ازاي ما عيدتش عليه، احنا كده كده كنا مرتبين ان حفله راس السنه اللي هنعملها السنه دي قبل ما نوصل هتكون خلصت، وعلشان كده احنا عملنا حسابنا اللي احنا اول ما نوصل هنعمل حفله تانية. وجولي بتستغرب اول ما بتسمع الكلام ده وبتقول حفله تانية، وبتروح بتسال الخادمه هو ايه الفرق ما بين عيد راس السنه وحفله راس السنه. فالخادمه بتقول لها العائله الامبراطوريه هي اللي بتهتم باحتفالات راس السنه الجديده، انما الكل بيعمل حفله راس السنه عشان ده يوم بيدعو فيه رئيس كل الجنود. فجولي بتقول طب ده لو كوك اتحرك دلوقتي مستحيل اللي هو يوصل على وقت، واذا وصل هيكون تعبان جدا مش هيلحق اللي هو يستريح. وساعتها بيجي راجل عجوز وبيقول اهلا بك يا سيدتي، اسمي انتون موريس، انا هو الكبير خدم الضوء وقصر سوريا، ما تتردديش في اللي انت تقولي لي انتون. وهي بتقول انا اسمي جولي، سنه سعيده عليكي يا سيدتي. سنه سعيده عليك يا انتون. والضوء بيقول له هي الاوضه بتاعتها جاهزه؟ فهو بيقول له طبعا جاهزه يا سيدي. وجولي بتقول من جواها انا لازم اللي انا اعيد على كوك يا اما هيزعل مني، خلاص يلا بينا خليها دلوقتي اللي احنا نروح على الاوض. وانتون بيقول هو انت كمان عايز اللي انت تطلع على الاوضه بتاعتك؟ وهو بيقول بنظره تهديد ايه هو في مشكله اللي انا اروح على الاوضه؟ لا لا طبعا انا هوريها لك حالا. وعلى طول هما الاتنين بيمشوا مع بعض وبيطلعوا للاوضه، وبيقول لها انا اخترت اكتر اوضه بيدخل لها شمس. والضوء بيقول هي مش الاوضه دي صغيره شويه؟ فجوليا اول ما بتسمع الجمله دي بتقول لا لا دي الاوضه دي حلوه جدا. وكبير الخدم بيكون مرعوب من الجمله دي، فهي بتدافع عنه وبتقول لا الاوضه مش صغيره خالص، ده انا معايا 100 واحد في الاوضه دي، الاوضه هتفضل واسعه. وكوك بيقول ازاي ده؟ هو انت حبيتي الاوضه؟ ايوه انا حابه الاوضه دي اصلا جدا، انا ما كنتش متوقع ان انت هتحب الاوضه دي للدرجه دي، احسنت اختيار. وهو بيفرح وبيقول له
شكرا ليك. وهو بيقول لها انا بعتلك حد على بالليل فتقدري ان انت تستريحي دلوقتي. خلاص تمام انا ارتاح. وكبيرة الخدم بتقول انا هروح ولا انا جاهز بقية الحاجات. فهي بتقول لها خلاص روحي انت، انا هقدر ان انا اقعد لوحدي. وبيسيبوها في الاوضه لوحدها. وجولي بتقول في نفسها وايه اللي هيحصل لو امبراطور كرهني. وهي بتسأل على طول كوك وبتقول له هو الدوق انهي نوع من انواع الناس؟ انت تقصدي ايه؟ هو شبهي، يبقى خلاص اكيد الدوق ده حلو قوي. وهو بيستغرب، واول ما بيتجمع اللي هي كده بتعكسه خدوده بتحمر. وبيحط ايده على راسها وبيقول لها طب خلاص يلا بينا خلينا اللي احنا نتحرك. وبيخبط الباب وبيخشوا. واول ما بيخشوا جولي بتقدر اللي هي تشوف الدوق، وهي على طول بتنحني له وبتقول له انا اتبسطت علشان شفتك، اسمي جولي. والدوق على طول بيقول لها واضح ان انت ما اتعلمتيش ادب المعامله. وهي بتتوتر جدا. وكلهم بيقعدوا على ترابيزه وهي بتقعد على طول جنبه. والدوق بيقول لها في اماكن كتير للقعاد، مش معنى المكان ده بالذات. فهي بصت له بتقول له هو في اماكن ما ينفعش ان انا اقعد فيها؟ وهو بيقول لها لا عادي، ممكن اللي انت تقعدي في اي مكان، بس مش معنى اخترت الكرسي ده. فهي بتقول له دي اول مره اقعد مع دوق، فقلت ان احسن حاجه اعملها ان انا اقعد قريب منه. وهو بيقول لها هو انت مش خايفه مني؟ معظم الاطفال بتعيط اول ما بتشوفني. بجد ليه؟ المفروض ان انت وكل انتوا الاتنين شبه بعض. برغم ان انا متوتره الا ان كوك بني ادم كويس جدا، وعشان كده انت برضه هتكون واحد كويس اكيد. انت عماله بتعملي دوشه جامده. وساعتها بتيجي الخادمه وبتقول انا جبت الشاي لجلالتك. انت اسمك جولي، عندك كام سنه؟ فجولي بتقول له انا عندي 11 سنه. يعني كده في فرق ما بين كو في السن، واضح ان انت اصغر منه. ايوه بس انا اكيد هطول اول ما اكبر. فالدوق بيقول لها حتى لو طولتي هتفضلي صغيره في السن. وساعتها الخادمه بتوقع الشاي وبتتلسع منه. والدوق بيبص لها بعصبيه وبيقول يا متخلفه. وجولي على طول بتتحرك بسرعه علشان تساعد الخادمه، انما الدوق على طول بيمد ايده وبيمسكها وبيقول لها بلاش عبط. وهي اصلا ساعتها بتكون اتلسعت. وجولي بتقول بس انا فعلا كويسه، ده حاجه بسيط في ايدي، من فضلك نزلني. وهو بينزلها. والخادمه بتقول انا اسفه جدا، انا ايدي اترعشت مره واحده وما قدرتش لا اسيطر على الكوبايه، انا اسفه جدا ليكم. وايدين الخادمه اصلا بتكون وقع عليها شيء كتير جدا ومحروقه جامد. وجولي بتقول خلاص مفيش مشكله، انا اصلا ما اتاذيتش جامد. فهو بيقول انت هتحتاجي دلوقتي اللي انت تبردي ايدك، خلينا نجيب دلوقتي شويه تلج، وكمان خلينا نبعت اللي احنا نجيب الدكتور. وعلى طول الدكتور بيخش، ما تفهمش ده كان واقف لهم على الباب ولا ايه ده. والدوق وكل اتنين بيقولوا له في نفس الوقت احنا جبناك لهنا علشان تعالج جولي. والدكتور بيخاف وبيقول وانا عملت ايه في حياتي علشان يجيبوني مكان زي ده؟ والدكتور بيقول ده حاجه بسيط جدا، ما تخافيش مش هيضرك خالص. فالدوق بيقول انت لو حصل لها اي حاجه فانا اشيلك من على وش الارض. انا هتعب دلوقتي واحاول على قد ما اقدر ان انا ما اسيبش اي اثر، وهاجي تاني بكره ان شاء الله، بس من هنا لبكره ما تشيليش القماش ده خالص من على ايدك. وساعتها على طول الدكتور بيمشي. وجولي بتقول انا فرحان الدوق ما حصلوش اي اذى. والدوق بيقول لا ما تحاوليش ان انت تنقذي حد المره الجايه، انت لسه عندك 11 سنه، ما ينفعش ان جسمك يقعد اللي هو يتعور كتير، ما ترميش نفسك في الخطر عشان تحاول ان انت تحمي اي حد زي ما عملت كده من شويه. فجولي بتقول انا كنت خايفه انه يقع اي شيء مغلي على الدوق، بس شكرا لك عشان انت مهتم بيا. وبتضحك له. وهو بيقول لها شكرا ليك انت كمان، تقدري دلوقتي اللي انت تروحي وتستريحي شويه. شكرا جدا ليك يا دوق، ليله سعيده. وهما الاتنين على طول بيخرجوا. وكوك بيزعق لها وبيقول لها اوعي اللي انت تعملي كده تاني وتاذي نفسك. هو كان ايه اللي في دماغك عشان تروحي وتحمي اي حد غير نفسك وترمي نفسك في الخطر؟ كان ايه اللي يحصل لو كان الاذى ده كبير؟ فجولي بتقول انا اسفه. وبتقول في نفسها اللي حصل ده ما كانش مؤذي خالص زي اللي حصل في حياتي اللي فاتت، ده بالنسبه لي حاجه بسيطه من اللي كنت بعمله في حياتي اللي فاتت، ده تمن لازم ادفعه. وكوك بيقول لها انت لازم ان انت تحافظي على جسمك وما تخلوش يتعرض لاي اذى. وهي بتقول له انا استحاله انا اعمل كده مره تانية وهسمع اكيد كلامك. وبعدها بشويه بيكونوا الدوق وكل اتنين قاعدين مع بعض. والدوق بيقول انت عارف طبعا اللي انت من عيله نبيله جدا، فلو اتجوزت حد اقل منك بكم طبقه ده هيكون عادي، انما المشكله دلوقتي ان جولي اقل منك بكتير جدا، وكمان هي من دار ايتام وما تعرفش اي حاجه عن طريقه الكلام او التعامل مع النبلاء. فكو بيقول له ايوه بس اكيد احنا ممكن نلاقي حل الموضوع ده، ده زائد ان كل الناس فعلا بقت دلوقتي عماله بتقول ان احنا الاتنين شبه بعض. مش عارف انا ليه مش متفائل بحاجه زي كده، انت عارف انا كمان مش متفائل بالموضوع ده، بس مين عارف ممكن يكون فيه خير. فالدوق بيقول له ممكن خلينا دلوقتي اللي احنا نتكلم في المهم. وكوك بيقول صحيح انا كنت عايز اكلمك في حاجه، الكونت استرانترا هو دوق المنطقه الشماليه وفي جثث كتير هناك لدرجه اللي هي بدات اللي هي تتعفن، ده زائد اللي هو عنده مشاكل كتير نفسيه لدرجه اللي هو من غير ما بيحس بيحاول اللي هو يقتل مراته وبنته، واول ما بيفوق بيحاول اللي هو يقتل نفسه من كتر ما بيكون ندمان، انما لحسن حظه هو بيفشل دايما اللي هو يعمل كده. بس في مره من المرات افتكر اللي هو نجح في قتل مراته وبنته وبعد كده على طول انتحر، ولكن الحقيقه ان بنته قدرت اللي هي تعيش، بس كان ساعتها ابوها وامها ماتوا. وموت عائله الكون اثر
بتأثر كتير جدا على عائلة الامبراطور، وده بسبب ان عائلة الامبراطور كانت قريبة جدا من العائلة بتاعة الكونت، لدرجة ان الامبراطور كان هيبعت حد بنفسه لعائلة الكونت عشان يقدر اللي هو يساعدهم شوية. وساعتها كوبي يقول حاجة في نفسه، وبيقول هو ايه اللي هيحصل لو خليت جولي اللي هي اصلا تقريبا في نفس سن بنت الكونت هي الوريثة لعائلة الكونت؟ ساعتها مش هتورث بس فلوس، دي كمان هتورث مكانة وعائلة، والمكانة اللي هتاخدها هتكون كبيرة جدا ما بين كل النبلاء عشان هي بنت كونت. الموضوع مش هيكون سهل زي ما انت بتفكر، لو اتعرف الموضوع ده فهتحصل لها مشاكل كبيرة جدا، لان القانون صارم جدا وبيقول ان البنت لسه عايشة من حقها اللي هي تاخد كل الورث بتاعها. لا، هو مش الفايدة اللي احنا نبدل الورث بتاعها، يعني احنا بس كل ما احنا محتاجينه دلوقتي هو اسمها، فمش هيكون فيها اي خطر ان حياتها تتعرف. ده زائد ان البنت الحقيقية حاليا نفسيتها منهارة تماما ومش هتقدر اللي هي تظهر لفترة طويلة، فما حدش يعرف اللي احنا عملناه. انت شايف اصلا ان جولي دي تقدر اللي هي تشيل لقب كونتيسا؟ ايوه متأكد، بالرغم ان انا ما كنتش متأكد خالص في الاول، بس هي عندها موهبة كبيرة جدا في التأثير في القلوب، وبتحب اللي هي تجرب، واكيد هتعمل اي حاجة بشكل كويس وهتبذل كل مجهودها. خلاص تمام، انا هحاول ان انا اثق فيك المرة دي. روح وقول للسكرتير بتاعك اللي هو لازم يخلص كل الورق ده بتاع نقل الاسم والورث وكل حاجة. فكوك بيقول له شكرا ليك جدا، وبيقول في نفسه انا لازم دلوقتي اللي اقول لجولي، وبيمشي وبيسيب الدوق، والدوق بيقول في نفسه دي مجرد بنت فقيرة، هو ليه مهتم بيها للدرجة دي؟ فموضوع غريب. وساعتها بنشوف السكرتير بيكون خلاص هيعيط، وبيقول ايه كل الشغل ده ولازم اخلصه كله في نص يوم؟ ده يا دوب بلحق لا ابص على الشغل الاولاني بلاقيه طلب مني شغل تاني. وساعتها بنشوف كوكو بيكون بيخبط على اوضة جولي ومحدش بيرد عليه، فهو بيقول في نفسه هي في الغالب مش في اوضتها، وبيجي اللي هو يمشي بس الباب فجأة بيتفتح وبتكون جولي، وبيقول لها وانت اللي فتحت الباب بنفسك؟ فهي بتقول له عشان كنت عايز افتحه. وبيخشوا ساعتها وبيقعدوا كلهم مع بعض، وكو بيقول كويس ان الخادمة هي كمان موجودة هنا، كنت عاوز اللي هي تسمع الكلام اللي احنا هنقوله. وكوك والخادمة الاتنين ما بيكونوش فاهمين حاجة من اللي بتتقال، فكوك بيقول لهم لتبسيط دلوقتي احنا هنخلي ان جولي تبقى هي بنت الكونت استرانتا، وهو اصلا مات، وانت دلوقتي هتورثي كل عيلته وممتلكاته، وعشان كده احنا هنقدر ان احنا نديك لقب اول ما تكبري، بس هنضطر ان احنا نستنى شويه، وعشان كده احنا هنديك دلوقتي لقب كونتيسا، وهناخدك اللي انت تقعدي عند واحده منهم كام سنه كده عقبال ما تقدري اللي انت تاخدي اللقب. وما تقلقيش طبعا احنا نظبط كل الورق والاجراءات اللي انت هتحتاجيها. وجولي على طول بتقول في نفسها دي فعلا هتكون حاجه كويسه ليا.